هاي أطيب كيكة ريزو جربتها بحياتي. كمل الفيديو للنهاية راح تكتشفون سر هذا المطعم. راح نسوي دجاجتنا العراقية بس على الطريقة اللبنانية. وتحدى بكل مطاعم الفروج بكربلاء. هذا الدجاج يتشمع عندنا. بالنسبة للتتبيلة هاي نحكي على الطعم والنكهة، هي نكهة لبنانية. نار ودجاج حجي نار، شوف البخار، الريحة والنكهة خيالية. وهسه راح نسوي السندويشات مالتنا. هاي الصلصة هي ترسل لكم اللفة. الدجاج مالتنا راح نخليه بهالترتيب هذا. حجي كمية وطعم، شوف الكمية اللي تجيكم بيها. بعد اكو سر واحد، وهسه هذا السر اللي قلت لكم عليه. شوف اللون شلون صار مقلوبة. صدق مقلوبة. رقم واحد بالريزة. الله. شيء اساسي من تجي هنا المقبلات مالتهم. فتوش ثرمة سمسم مو ضايع فريش. وهذا الباكج مال اللفة من نار ودجاج. بس نفتحها هيجي رهيبة. جاب وقت هذا. وهاي الدجاجة ضروري يعني كل ما نجي نطلبها. عراقية أهم شيء من الريان ويا الثوم. طعم خيالي. برمجة فوز. الدجاج المقطع الكبير مالتهم هيك يجيكم سفري. والسر اللي تحاولون تعرفوه لازم تجون تجربون حتى تعرفون السر ماله. عندهم صالة وسفر ودليفري. عنوانهم كربلاء، هي الحسين مقابل القاعة المغلق، يمكن تاكا هاوس.